لكن نصيحة مهمة أقدمها لنفسي وللأحبة، هاي مثل قضية الشعائر الحسينية. ليش يسوون كذا وانت ايش عليك؟ وانت ايش عليك؟ انت ما تعجبك هاي الشعيرة لا تسويها، لا تعترض على غيرك، ما لك ربط بغيرك. انا ضارب راسك مأذيك يمك وياك، ما لك ربط بيه، لا تتدخل بشأني. انت هاي الشعيرة ما تعجبك، اسكت وخليها إلك، انا تعجبني. انت مرجعك يحرم لا تسويها، انا مرجعي شنو؟ يحلل. خلص انت ابقى برا مرجعك وانا ابقى شنو؟ ما تريد تمشي علي فكرة مرجعك، انا اقول لك ما تمشي علي، ما تمشي، لو تقتل نفسك ما تمشي علي. ابشر مرجعك، انت لا تسويها، بس ما لك شغل بيه، لا تتدخل بشأني، لا تحترم، والا اني هم اتدخل بشأنك واقول انت مو خوش انسان لانك ما تجيب هاي الشعيرة. انت امشي برا مرجعك، انا امشي برا مرجعي، وخلصونا من هالطلابة هاي. اكو واحد جبرك قال لك تعال سوي هاي الشعيرة يوديك؟ اكو واحد جبرك؟ يا اخي اسكت اسكت اسكت. كل سنة يجي محرم واشتغلنا، هاي شلون، ويقوم ينظر لي يقوم اسوى لا دارس جاهل ما يفتهم، هيك انسان عادي من عموم الناس، هذا يضر بكذا، وش ما ادري يضر بكذا. انت الشخص لو المرجع يشخص منو جنابك حتى تقول لي هذا يضر وذاك ما يضر؟ انت منو؟ انا عندي مرجعي وانت عندك مرجعك، اخذ كلام مرجعك واني اخذ كلام مرجعي، واتركني وشأني. مال اعوف شعائري لاجلك ما اعوفه، هيهات هيهات. بالعكس لما تلح وياي انا ازداد شنو؟ اصرار. خليها ببالك، اني ازداد محمد والي محمد، اللهم صل على محمد والي محمد وعجل. اكو عندنا مشاكل في المجتمع المفروض ننتهي منها ايها الاخوة. احنا عندنا الان امور كبرى، ما محتاجين خلافات على هذا المستوى. هذا المستوى خلوه ضمن دائرة المراجع، المرجع يقول مستحب فليأتي بمستحبه، والمرجع ما يقبل خلص خليه يمشي برا مرجعه ويسكت، يخلي علمه ببطنه ويسكت، لا يتدخل بشأن غيره، والسلام. الحل الوحيد لهذا الموضوع هو هذا، غير هذا ماكو حل. انا اقول لكم ماكو حل، ماكو حل، ما تقدر تفرض علي شيء. السنة أنا شفت أكو حملة من فضائيات شيعية مع الأسف نريد نهذب الشعائر الحسينية. هذبوا أنفسكم، أنتم نفوسكم ما مهذبة، تهذبون الشعائر. الشعائر الحسينية هي التي تهذبكم وتهذب نفوسكم المريضة. أنتم لما وقفتوا أمام المال العام أكلتوا، لا اسمعني أرجوك، لا اسمعني، أنا شعارات ما أريد، اسمعني أتكلم بلغة علمية، عوفوني من الشعارات. انتم لما وقفتم امام المال العام ما صمتم، اكلتم مال الله وعباده. هذبوا انفسكم بعدين تعالوا للشعائر الحسينية حتى تهذبكم. لا تبيعون بروسنا هاي السوالف التعبانة مالتكم القديمة البائسة البالية، البضاعة الفاسدة الكاسدة، مشوها على انفسكم هاي السوالف. من انت حتى تهذب؟ عندنا مرجعية بالنجف وهي اللي تعرف تتكلم، مو يا هو اللي يجي يمشي بضاعته براسي. انتم بالبداية وثقوا انفسكم امامنا، بعدين احكوا لنا بالدين. على الدنيا انتم غير مؤتمنين، على الدين شلون؟ اتركوا الحسين وشأنه. واقدم لكم نصيحة لوجه الله، الدنيا صار لها 1400 سنة تعارك الحسين، الحسين كل سنة يصرعها. سلام الله عليه، خلوها ببالكم. واسألوا 1400 سنة، قول لهم هذا الكلام صحيح يا لا؟ ايش قد ظلمة اجوا؟ من الذي انتصر؟ الظلمة يا الحسين؟ ابو السجاد انتصر سلام الله عليه. تمر السنين وتسقط الطغاة ويبقى الحسين سفينة النجاة.
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نصيحة مؤدبة أقدمها لهؤلاء الذين يتكلمون للفضائيات اللي السنة جسرت على شعائر الحسين ومع الأسف يسمي روحها فضائيات شيعية. أقول لهم اتركوا هذه الفتنة فإنها فتنة نتنة، وغيروا منهجكم، وإلا حتى متابعيكم يقلون. بعد ما حد يتابع فضائياتكم البائسة، لأن الناس مع الحسين مو مع فضائياتكم البائسة. الناس الآن فضائيات الولاء، فضائيات محمد وآل محمد. نعم. صلي على محمد وآل محمد. جيد. هسه هذا شنو خلاه يدخل بهذا الموضوع؟ خلاه ندخل بهذا الموضوع. هذا يقول له ليش قاموا للإمام الهادي؟ هسه قال له يا أخي هسه هم قاموا برجليهم يو برجليك، ها؟ قاموا برجليهم، شلك ربط بيهم؟ انت لا تقوم. قال له اي انا ما اقوم. قال له خلاص ما زاد حنون في الاسلام خردلة، ولا النصارى لها شغل بحنوني. اسدت